هذا الجولة من البطولة الوطنية الاحترافية الجولة الرابعة كانت بين نهضة بركان والوداد اللي انتهت بالتعادل 0-0 خلت الوداد يبقى في الصدارة ب10 نقاط وفريق نهضة بركان الفريق اللي اصبح في المركز الثالث رفقة فريق الفتح 8 نقاط. فلاح تبعت هذه المقابلة أكيد مباراة القمة وكنا كنتظروا أنها تبوح بالأسرى ديالها، ولكن خيبات الأمل ديال الجماهير الكبيرة اللي حجات الملعب البلدي ببركان. ولكن نظن أن نتيجة مقابلة أولمبيك خريبكا مع حسنية أكادير كانت أرخات بالظلال ديالها على هذه المقابلة. فريق الوداد البيضاوي كان بالنسبة لي الخروج بنقطة واحدة من قلب بركان يخليه دائما متزعم في الصدارة. على النقيض من ذلك نهضة بركان كان خصو يفوز ب3 نقاط وبالتالي يتصدر البطولة، الشيء اللي ما حصلش. ناديين كبيرين ماشيين بخطى ثابتة في هذا الموسم، نتمنى أن القادم الدور تكون أحسن بالنسبة له. إذا فرتوت تفضل. اظن بانه فعلا فريق نهضة بركان هو الخاسر الاكبر في هذا التعادل هذا، لانه ضيع نقطتين عكس فريق الوداد البيضاوي اللي فاز بنقطه واحده وبقى محتل الصداره. لو ان فريق نهضة بركان يعني رمى بالثقل ديالو كامل منذ بدايه المقابله كان ممكن يصطاد الفوز في هذه المقابله هذه، لانه احنا شفنا بان المستويات ديال البطوله المغربيه الان ما بقاش هناك فريق. والدليل على ذلك هو ان احنا تكلمنا فيما قبل على الفروق الكبيره اللي بالتاريخ ديالها وبالاسماء ديالها وبالمسيرين ديالها اللي كتعيش مشاكل. فبالتالي انا كنظن بانه ما بقاش هناك فرق ما بين فريق كبير وفريق صغير في البطوله المغربيه. نعم، غادي نشوفوا الصوره الخاصه باللاعبين، لان كانت مواجهه قبل من هذا اللقاء جمعت بين قدماء لاعبي الوداد وقدماء فريق نهضة بركان. بادرة طيبة سمير، لأن هذا فرصة اللقاء، فرصة يعني تشوف بادرة طيبة. وكما جاء في التعليق ديال سفيان الرشيدي من خلال اللقاء، الحبذا لو تكون حنا عندنا بطولة ديال كما سماهم لي فيتيرون باش نرجعوا ذاك الزمن الجميل. شكون اللي غادي يمشي ياخذ لي ديبلوم ويدرب خاص تكون توقيت يلعبوا البطولة لما يجي الأوان يجيو والشيء يخلف شيء. العدد كثير ديال قدماء اللاعبين يعني لكن هي بادرة طيبة، لأن كنشوفوا فيها وجوه اللاعبين القدماء على بصحابة على بالهراس اللاعبين يعني اللي عطاو بصموا على التاريخ. وبالتالي اليوم اقل شيء ممكن تقدموا لهاد الناس هو انك تلعب مجموعه ديال اللاعبين مروا في زمن ما كانش فيه العالم اعلام العالم الازرق، الفيسبوك وتويتر ويب لي ريزو سوسيو. فاليوم كاين غير اللي كتسمعني نشوفوا كذلك الصوره ديال نعم بيضودان والقدماء ديال نهضة بركان. صور جميله صراحه كيف ما قلتي فلاح، علاش ما تكونش ديما. وانا نشوفوا العلاوي تا هو جبت انا الداودي غادي يسدد من خيرة اللاعبين ديال النهضة البركانيه. منير فرتوت منير داودي رشيد. هذه الكفرات عنده ساهلين يعني هشام خيرة اللاعبين اللي كانت الكفره ديال الداودي راه كان دائما سهل بالنسبه للداودي انه يسجل الاهداف من هذه. هذه كانت عندهم الابجديات. الحارس منير الهبيل من اللي تحقق معهم الصعود لكاس وطني اول صابر وصحيته والويسي وكل الاسماء اللي كانت حاضره. نشوف هذا الوجوه بكل صراحه. نعم بالفعل، خصوصا انتم كذلك تعتبروا لاعبين اللي عطاو شيء الكثير للانديه ديالهم ولا للمنتخب الوطني المغربي. دعونا نتابع النتائج الخاصه بالجوله البطوله الوطنيه الاحترافيه. المغرب التطواني نازل بميدان امام فريق الفتح ب3 أهداف مقابل لا شيء. الرجاء نازل بميدان، وكذلك امام نادي القصير بهدف مقابل لا شيء. شبيبه العزيمي يفوز على الكوكب بهدف مقابل لا شيء. المغرب الرياضي الفارسي ينهزم بميدان امام مولوديه وجده بهدفين مقابل هدف. الجيش الملكي ينهزم بميدان امام اتحاد طنجه بهدفين مقابل هدف. 0-0 نادي